بس ثانية واحدة، الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كلام خطير جدا. ممكن تقولي مين الناس اللي حواليك واللي بتقضي معظم وقتك معاهم، وايه هي معلوماتك وجايبها منين؟ يعني بالبلدي كده، انت مسلم دماغك لمين؟ على اي اساس بتاخد قراراتك؟ ده ممكن يكون سؤال ما سألتوش لنفسك قبل كده. هل انت مقتنع بانك انت اللي بتتحكم في طريقة تفكيرك، ولا ممكن تكون في حاجات بتأثر عليك وتغير رؤيتك للأحداث؟ في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن 5 نظريات عقلك بيتعرض لها بشكل يومي ومن غير ما تاخد بالك، والنهاردة هنتكلم عن 5 نظريات جديدة ما تقلش أهمية عن النظريات اللي فاتت. كمل معايا الفيديو للآخر وما تنساش تشوف الجزء الأول اللي كان بعنوان لو عايز تفهم. انحياز البقاء. في الحرب العالمية التانية مجموعة من الباحثين عملوا دراسة على الطيارات اللي رجعت من الحرب، والنتيجة اللي طلعوا بيها انهم قرروا يعملوا دروع كحماية لبعض اجزاء في جسم الطيارة اللي تعرضت للضرر نتيجة التعرض للرصاص. فكرة منطقية مش كده؟ لكن من ضمن مجموعة الباحثين كان في عالم رياضيات اسمه ابراهام وولت، وهو كان ليه رأي تاني. قال ان الابحاث اللي اتعملت كلها كانت على الطيارات اللي رجعت. طيب وبالنسبة للطيارات اللي ما رجعتش؟ اقترح وولت ان يتم تركيب الدروع في الاماكن اللي ما فيهاش اصابة، لان هي دي الاماكن اللي خلت الطيارات التانية ما ترجعش. لكن الطيارات اللي رجعت قدرت تتحمل الضرب وتنجو رغم الاصابات اللي فيها. انحياز البقاء لما تيجي تفكر بس في الناس اللي نجحوا وحققوا انجازات كبيرة، لكن بتتجاهل الاف الناس اللي حاولوا اكتر من مرة وفشلوا. الفكرة انك مش بس لازم تعرف اللي نجحوا ليه، الاهم كمان انك تعرف اللي منجحش كان ايه سبب فشله. النجاح مش لكل الناس، تركيزك بس على جانب النجاح بيصعب من مهمتك. اقرأ عن التجارب الفاشلة واديها اهتمام وتعلم منها. الانحياز للمتوفر. لما تسمع في الأخبار عن طيارة وقعت وانت أصلا بتخاف من ركوب الطيارات، فتقرر ان سفريتك الجاية هتكون بالعربية لأنها بالنسبة لك هتكون أحسن وأأمن. تقرأ على الفيسبوك ان في طفل اتخطف، فتبدأ تقلق على أطفالك وتحس ان الدنيا بقت خطر وان ما بقاش في أمان في أي مكان. أو تسمع ان في شخص هجمته سمكة قرش، فتقرر ان عمرك ما تنزل البحر تاني. انت بتقدر احتمالية حدوث الخطر بناء على قرب مصدر المعلومات، يعني حصل في بلد بعيدة ولا حصل في بلدك ولا حصل في المحافظة اللي انت عايش فيها. والحقيقة ان نسبة حوادث العربيات اكتر 200 مرة من نسبة حوادث الطيارات، وان اكتر بلد بتتعرض لهجوم القرش هي استراليا، ونسبة هجوم القرش هناك 1 في المليون، وان حالات الاختطاف على المستوى العام فهي بتمثل نسبة بسيطة جدا تكاد لا تذكر. احنا بندرك الواقع بناء على اللي بنستقبله من معلومات، واللي سهل علينا اننا نفتكره. خد بالك من مصدر معلوماتك ومين اللي بينقلها لك. بس ثانية واحدة، الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كلام خطير جدا. ممكن تقولي مين الناس اللي حواليك واللي بتقضي معظم وقتك معاهم، وايه هي معلوماتك وجايبها منين؟ يعني بالبلدي كده، انت مسلم دماغك لمين؟ صدقتني لما قلتلك انك بتدرك الواقع بناء على اللي بتستقبله من معلومات. يعني لو قاعد طول النهار على موبايلك بتتابع اخبار عن الموت، الحرب، غلاء الاسعار، فضايح الناس ومشاكلهم، فانت مش بتشوف الا سواد. حياتك اللي هتعيشها مرة واحدة عايز تعمل فيها ايه؟ الناس اللي بتقضي معاهم كل وقتك بيأثروا ازاي عليك وبيعملوا ايه فيك؟ اسأل نفسك، انت بتتقدم ولا بتتأخر، ولا زي ما انت محلك سر؟ لازم تسأل نفسك. كل حاجة ليها قيمة موجودة في الدنيا ابتدت بسؤال. انحياز المصلحة الذاتية. تنجح في الامتحان فده يكون بسبب عبقريتك وذكائك، تسقط في الامتحان فده بيكون بسبب الأسئلة الظالمة أو الأستاذ اللي ما بيعرفش يشرح. ينجح مشروعك فده بسبب إنك رجل أعمال بالفطرة وذكي. يفشل مشروعك فده بسبب المنافسين والضرايب ومشاكل السوق. بتنسب نجاحك لعوامل شخصية وتنسب فشلك لعوامل خارجية، وهو ده انحياز المصلحة الذاتية. طبيعة الإنسان إن بيحب دايما يشوف نفسه صح وإنه ما بيغلطش أبدا، ده حقيقي. اتحمل المسؤولية وشوف أخطائك واعترف بيها لنفسك وتعلم منها، لأن هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تطور من نفسك. خطأ الإحالة الأساسي. زميلك اتأخر في الشغل، أول حاجة تيجي في بالك إنه مهمل وشخص كسول. لكن لو أنت اللي اتأخرت، لا، أكيد بيكون بسبب الزحمة أو حادثة في الطريق أو فردة الكاوتش ضربت منك. سهل جدا علينا إننا نحكم على الناس. لما تيجي تفسر سلوكك الشخصي بتركز دايما على العوامل الخارجية والظروف اللي خلتك تاخد قرار معين، لكن لما تيجي تفسر سلوك حد غيرك فبتركز بدون داعي على الجوانب الشخصية بتاعته. تأثير التقطير. لو قلت لك في علبتين زبادي، واحدة مكتوب عليها 20% دهون والتانية مكتوب عليها 80% خالية من الدهون، هتختار أنهي واحدة فيهم؟ معظم الناس بتختار 80% خالية من الدهون،
رغم انه نفس المنتج ونفس المكونات بالظبط. وهو ده تأثير التقطير، رد فعلك بيختلف بناء على طريقة عرض الموضوع من اكتر من زاوية. في صالات السينما كان في حجمين لعلب الفشار، علبة كبيرة ب$7 وعلبة صغيرة ب$4، لكن لاحظوا ان معظم الناس بتشتري الحجم الصغير عشان سعره اقل، وعدد قليل جدا اللي بيشتري الحجم الكبير. فقاموا نزلوا حجم وسط ارخص ب$1 من الحجم الكبير، ووقتها لاحظوا ان عدد كبير من الناس ابتدوا يشتروا الحجم الكبير لانهم شافوا ان الحجم الكبير فيه قيمة اكبر من الاحجام التانية، وده عشان ابتدوا يقارنوا السعر بالكمية. لو قلتلك انك هتعمل عملية دلوقتي نسبة نجاحها 90%، او قلتلك ان العملية نسبة فشلها 10%، ايه رأيك؟ هي نفس النتيجة لكن شعورك هيكون مختلف تماما. وبعد كل المغالطات اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات والنهاردة، بوصيك انك تعيد التفكير قبل ما تاخد قرارك، واسأل نفسك دايما انا على اي اساس اخدت القرار ده، وافتكر دايما ان المعلومات اللي بتوصلك من المصادر اللي حواليك هي سبب اي قرار انت بتاخده في حياتك. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو كنت اول مرة تشوفنا اشترك وفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول.